السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده يا شباب هنكمل سلسله ماينكرافت ان شاء الله، ولكن قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. في الحلقه اللي فاتت يا شباب كنا لعبنا ولقينا الدايموند في الكهف، فالنهارده بقى ممكن نستغل الدايموند اللي احنا لقيناه في ان احنا نعمل دروع او سيف او حاجات زي كده. بس المشكله ان احنا لقينا 9 بس من الدايموند، وكمان يا شباب الاكل عندي ناقص، زي ما انتم شايفين كده مش معايا اكل خالص. فالمفروض ان انا كده اجمع اكل الاول، او مثلا ممكن اخد اكل من المزرعه اللي هنا دي، ولكن زي ما انتم شايفين الاكل كله لسه ما طلعش. القمح كله كده ممكن في واحده بس اللي طلعت هنا، ولكن كله لسه ما طلعش. فدلوقتي يا شباب استغل ان انا معايا سيف من الايرون، واروح دلوقتي اقتل الخرفان وكده واجمع اكل واشوف ممكن اكل وبعد كده اعمل ايه. والله يا شباب شفت فرخه فدلوقتي خليني ممكن اروح اقتلها. يا جماعه موجوده هنا دلوقتي، خلينا نقتلها كده زي ما انتم شايفين. موتناها ودلوقتي اخدنا الاكل بتاعها، وبرده لسه مش هيكفينا الاكل ده فممكن ندور على حيوانات تانية برضو نقتلها زي الخرفان وكده. ويا شباب زي ما انتم شايفين بشوف نحل كتير جدا في المكان ده فاللي يعرف ان احنا ممكن نستفيد حاجه من النحل برضو يقول لي، انا مش عارف بصراحه ممكن نستفيد منه ايه. جربت قبل كده ان انا اكسر البيت بتاعهم او الخليه بتاعتهم، لكن جري ورايا بصراحه وقتلوني. فدلوقتي خلينا نشوف ممكن لو كتبتوا لي في الكومنتات كده ممكن نعرف نستفيد منهم. لقيت فرخه تانية يا شباب موجوده هنا، خلينا دلوقتي نقتلها كده زي ما انتم شايفين. يا جماعه دلوقتي قتلناها، وخلينا ناخد الاكل بتاعها برضو. ولكن الفراخ ما ينفعش ناكلها نيه كده، لانها بتسممنا لو كلناها كده من غير ما نشويها. فخلينا نروح البيت الاول وبعدين اشويها ولقيت ارنب هنا زي ما انتم شايفين كده، مش عارف هنقدر نستفيد منه ولا لا، ولكن هو المشكله سريع جدا، مش عارف اقتله يا شباب، ضاع مني اساسا. والله يا شباب الخرفان تقريبا اختفت، عمال الف كده على خرفان مش لاقي خالص. 2 hours later. والله يا شباب مش لاقي خالص، بقالي كتير جدا بلف وما لقيتش خالص، مش عارف راحوا فين، اختفوا كلهم كده مره واحده، مش عارف ازاي. والاكل عندي ناقص جدا زي ما انتم شايفين كده، ومش عارف اجري حتى يا شباب. لقيت اول خروف اخيرا، ولكن هو فوق هناك. دلوقتي خلينا نجري وراه كده وبعدين اقتله واخد اللحمه بتاعته والصوف كمان، لان الصوف بيفيدنا زي ما انتم عارفين. يا جماعه اخيرا وصلت له. دلوقتي خلينا نقتله زي ما انتم شايفين كده، اخدت اللحمه بتاعته والصوف. وتقريبا في بقره هناك كده، خلينا نجري وراها برده ونقتلها. يا جماعه في بقره هنا كمان، خلينا دلوقتي نقتلها كده، لان لحم البقره برده بيزود كتير، بس هي جريت مني. خلينا دلوقتي نقتلها كده زي ما انتم شايفين. اخدنا اللحمه بتاعتها. وكمان في خروف تاني هنا، الحمد لله لقينا شويه حيوانات حلوه. في خروف تاني كمان هناك. احنا دلوقتي هنجمع كده شويه اكل حلوين ونشوف هنعمل ايه. خروف ثالث يا شباب موجود هنا، خلينا برضو نموته كده وناخد اللحمه بتاعته. دلوقتي يا شباب وصلت البيت زي ما انتم شايفين، وخلينا دلوقتي ندخل كده نشوي اللحمه وناكلها. زي ما انتم شايفين جمعنا شويه اكل حلوين. تمام دلوقتي يا شباب اكلت وظبطت الهيلث بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ولكن المطره دلوقتي بدات تنزل. ففي حاجه كنت شباب عايز اعملها، ان انا اروح كده في العالم، افضل اتجول كده في العالم المفتوح ده، واحاول ان انا الاقي قريه. لان يا شباب لو لقيت قريه هتفيدني كتير جدا. ممكن ادخل كده اقلب القرويين اخد منهم الحاجات، وممكن كمان اتاجر معاهم وحاجات كتير جدا ممكن نعملها لو لقينا قريه. فممكن يا شباب ان انا بعد ما المطره دي تخلص ممكن اروح وابدا ادور على قريه كده ونشوف هنقدر نلاقيها ولا لا. بس طبعا يا شباب في الرحله دي لازم اخد معايا شويه موارد كده حلوين، عشان لو قابلنا كده اي وحوش او حاجه في الطريق نعرف نتصرف دلوقتي يا شباب صحيت تاني يوم، والمطر زي ما انتم شايفين وقفت كده. فدلوقتي يا شباب خلينا ناخد دلوقتي شويه موارد كده واكل ونروح يا شباب ندور على قريه. تمام يا شباب، اول حاجه خلينا ناخد معانا خلينا نسيب الدايموند هنا، مش هنحتاج الدايموند في حاجه. ممكن ناخد معانا شباب شويه موارد، مثلا زي التفاحه اللي هي الجولدن دي، بتفيدنا برضو جدا ان احنا ناكل وخلينا يا شباب برضو اصنع فرن كده، عشان لو حبينا نشوي الحاجات واحنا ماشيين برضو يكون معانا فرن خليني كمان يا شباب اصنع شويه تورش، لان مش معايا غير 5 بس. فممكن لو نزلنا كده كهف ولا اي حاجه ممكن نستفيد منه خلينا دلوقتي نحط 18 كده من الفحم، وبعدين نجيب يا شباب الستيك ونجيب كده، وزي ما انتم عارفين الواحده بتدينا 4. فدلوقتي خلينا نجمع شويه حلوين كده، اظن كده كفايه. معانا 53 واحده من التورش، وخلينا نرجع الستيك مكانها والفحم كمان. ولكن قبل ما نمشي يا شباب خلينا نشيك كده على المزرعه، اللي زي ما انتم شايفين في حاجات لازم تتزرع. فممكن ناخد السيدز اللي معانا دي كده ونزرع منها زي ما انتم شايفين. نزرع هنا وواحده هنا كمان وكده خلاص، ونشوف المزرعه الثانيه برده لو محتاجه حاجه. زي ما انتم شايفين في قمح طلع، فممكن ناخده كده ونزرع بداله. ممكن ناخد كده القمح اللي طلع ده ونزرع هنا واحده كده بداله، وهنا كمان يا شباب واحده كده، وده كمان ممكن نزرع مكان واحده برده، وكده خلاص. كده ظبطنا كده المزرعه. خلينا دلوقتي نمشي ونقفل الباب عليهم عشان محدش يجي جنبهم كده نقفل. ويلا بينا يا شباب في الرحله ان احنا نلاقي قريه، وان شاء الله ان احنا نلاقيها بسهوله. دلوقتي خلينا نمشي كده من هنا ونشوف هنقدر نلاقي قريه ولا لا. خلينا دلوقتي يا شباب نطلع فوق شويه كده ونشوف المكان من فوق كده، ممكن نكشف قريه ولا حاجه. فدلوقتي خلينا نطلع فوق ونشوف هنلاقي قريه ولا لا. طيب يا شباب ده المكان من فوق زي ما انتم شايفين كده، والظاهر ان مفيش قريه هنا في مكان قريب. فخلينا دلوقتي نمشي كده هناك ونعدي الجبل اللي هناك ده، وبعدين نشوف وراه ايه. 2 hours later. والله يا شباب عديت الجبل وده اللي ورا الجبل زي ما انتم شايفين كده، كله اشجار وميه وحاجات، لكن مفيش اي قريه انا شايفها. خلينا يا شباب نقتل الخرفان دي كده، ممكن نستفيد منها برده. ودلوقتي زي ما انتم شايفين محتاجين ناكل، فخلينا دلوقتي اخد الاكل اللي معايا واكل دلوقتي يا شباب اكلت زي ما انتم شايفين، ولكن المشكله ان انا حاسس ان الليل قرب يجي علينا فانا معايا خشب كده
يعني ممكن نبني اي حاجه ننام جواها عشان يعني ما تجيش وحوش كده وتموتنا ونعيد كل ده من الاول تاني. يا شباب زي ما انتم شايفين غروب الشمس بدا يجي، ودلوقتي هتلاقي الوحوش طلعت لك بقى. فدلوقتي يا شباب خلينا نبني بيت كده اي حاجه كده وخلاص عشان ننام جواها او نحتمي جواها يعني، عشان ما يجيش وحوش كده وتقتلنا يعني. دلوقتي يا شباب عملت لي مكان احتمي فيه كده، وعملت لي سرير يعني ممكن انام عليه. فدلوقتي خلينا ننام ونشوف يعني ممكن نعمل ايه بعد كده اليوم التاني. The next day. يا شباب المشكله ان في غلطه انا عملتها يعني دلوقتي، ان انا نمت هنا، فلو مت او حصل لي اي حاجه برضو مش هرجع للبيت. يعني المفروض ان انا هرجع هنا، والبيت بعيد جدا زي ما انتم عارفين، لكن ان شاء الله انا حافظ الطريق يعني، فان شاء الله نقدر نلاقي البيت تاني. دلوقتي يا شباب اخدت كل الخشب بتاعي، ودلوقتي خلينا نكمل بقى يعني الرحله ان احنا ندور على قريه. وانا ماشي يا شباب بستكشف عشان ادور على قريه يعني، لقيت حاجه تحت الميه هنا، خلينا اوريها لكم زي ما انتم شايفين كده. يعني والله حاجه غريبه مبنيه كده تحت الميه، مش عارف دي عباره عن ايه. والله يا شباب لقيت شيست هنا، لكن المشكله ان انا نفسي هيخلص. خلينا دلوقتي اطلع بسرعه اخد نفس يعني بره الميه وبعد كده ارجع تاني. تمام دلوقتي يا شباب اخدت نفس يعني كده بره الميه، دلوقتي خلينا نرجع تاني. ويا شباب في شيست جوه، يعني اتوقع ان في حاجات كتير جدا حلوه. والله يا شباب زي ما انتم شايفين لقيت حاجات كتير جدا، فخلينا دلوقتي اخدها بسرعه يعني. لقيت ايميرالد ولقيت كمان ايرون، يعني خلينا دلوقتي اخد الحاجات كلها دلوقتي بسرعه. ولقيت كمان ذهب يا شباب. والله هموت خلاص يعني. الحمد لله طلعت دلوقتي خدت نفس كده. خلينا دلوقتي ناكل ونظبط نفسنا وبعد كده ننزل تاني، عشان يعني كل ما اطول كده تحت الميه يعني بيحصل لي دامج كده وببقى خلاص قربت اموت يعني. زي ما انتم شايفين معايا قلب واحد بس. دلوقتي يا شباب هيلت زي ما انتم شايفين، اكلت التفاحه اللي هي الجولدن ابل دي، وخلينا ننزل تاني دلوقتي نشوف الشيست باقي فيه ايه. يلا بسرعه 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 نفتح الشيست كده. خلينا نجمع كل حاجه مع بعض كده. تمام دلوقتي يا شباب اخدت كل حاجه في الشيست، ودلوقتي خلينا نطلع ونشوف احنا اخدنا ايه، لان انا بصراحه اصلا ما ركزتش يعني من كتر ما كنت باخد بسرعه كده. بس تقريبا يعني لقيت حاجات حلوه. والله يا شباب دلوقتي الليل بدا يجي زي ما انتم شايفين، ولكن بنيت لنفسي كده حاجه احتمي فيها يعني لغايه يعني ما الصبح يطلع. بس المشكله يا شباب ان انا مش هقدر انام، لان لو نمت هيبقى الريسباون بوينت يعني هتبقى هنا كده، وانا بعيد جدا اصلا عن البيت يعني. انا اساسا بالعافيه فاكر ان جيت منين، والله مش عارف اساسا هعرف ارجع ولا لا. لكن يا شباب انا في الشيست اللي انا اكتشفته دوت لقيت حاجات حلوه يعني، زي الايميرالد والايرون وحاجات كتير جدا، وحتى لقيت كمان ذهب يعني. دلوقتي يا شباب هفضل قاعد هنا بقى لحد ما يطلع الصبح، وبعد كده ارجع لكم تاني. The next day. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين كسرت كل الخشب بتاعي اللي كنت يعني حاطه هنا كده عشان يحميني. ودلوقتي خلينا بقى نرجع البيت تاني، وان شاء الله يعني هعرف الطريق. بس يعني انا ما بعدتش كتير اعتقد، واللي متاكد منه يا شباب ان انا جيت من هنا، بس مش عارف من الاتجاه ده ولا من الاتجاه ده، لكن يعني مش مشكله. خلينا دلوقتي نروح ونشوف، واكيد هنشوف البيت من فوق يعني. 2000 years later. واخيرا يا شباب بعد ماشي كتير جدا يعني لقيت البيت اهو هناك. يعني انا كنت جاي من هناك كده من عند الجبل اللي هناك، ولقيت البيت الحمد لله. فدلوقتي خلينا نرجع يا شباب ونحط الموارد اللي احنا لقيناها يعني في الشيست. والقريه يعني ممكن نلاقيها في حلقه تانية، لان الحلقه دي بصراحه احنا قعدنا كتير جدا ندور وما لقيتش يعني. ممكن احنا مشينا في الاتجاه ده وما لقيناش يعني، ممكن نمشي المره الجايه في الاتجاه ده، وان شاء الله ان احنا نلاقي يعني بعد كده. فدلوقتي خلينا ندخل كده ونفتح الشيست بتاعنا ونحط بقى الاميرالد اللي احنا لقيناه، ونحط كمان يعني يا شباب الايرون كده، ونحط الذهب كمان والحاجات اللي احنا لقيناها دي. وزي ما انتم شايفين معانا 9 من الدايموند. فخلينا دلوقتي يا شباب ناخد الدايموند كده، والدايموند ده يا شباب ممكن نعمل بيه بقى يعني حاجات حلوه جدا. يعني ممكن نعمل يا شباب دلوقتي الدايموند بيكاكس، وده الدمج بتاعه يا شباب اكتر بكتير جدا من الايرون يعني. فخلينا دلوقتي كده نعمله وناخده، ولسه معانا 6. ممكن نعمل برده سيف يعني، عشان لو طلع معانا وحوش كده ولا حاجه. السيف الدايموند يا شباب قوي جدا يعني، زي ما انتم شايفين الاتاك دامج عنده 7، فيعتبر ان هو قوي جدا ان هو يقتل الوحوش يعني. فدلوقتي خلينا ناخد برده السيف كده ونبدله يا شباب بالسيوف اللي هي الايرون دي. زي ما انتم شايفين كده بقى معانا ادوات دايموند زي ما انتم شايفين يعني. دلوقتي معانا سيف وبيكاكس دايموند. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. وكان معاكم يوسف، ومع السلامه.